وجدي كاس تاي بالنعناع وريحي قصري معايا نسى في نسى. اليوم جيت نسقسيك، شحال من مرة رميت لك عقرب كلمة مسمومة، سكتي ومن بعد رحتي للدار بقيتي تبكي وبقيتي للساعتين تاع الليل تخمي. وعلاش ما قلت لهاش هكذا؟ اليوم خلاص هذيك يا ريتني قلت، راح تنسيها كامل مع وافا. السلام عليكم يا البنات، يا الفحلات، يا الساجيات. اليوم القصرة تاعنا نسى في نسى. جيبوا كاس تاي بنعناع ولا فنجان قهوة كحلة، الله الله، وريحوا معايا خاطر السيجي تاع اليوم يوجع صح بصح يبري العلا يا اختي. اليوم راح نحكيو على فن الرد. فن الرد يا ماما. شحال من مرة صرات لك تكوني في قاعدة في عرس، تكوني قاعدة انتي في عرس ولا في لمة تاع العائلة ولا حتى في الخدمة، تجيك واحدة بابتسامة صفرة تاع لفعة ترمي لك كلمة مسمومة تقلب لك خاطرك، انتي من نيتك وشطارتك تسكتي لها، تتبلوكي وتتبسمي به تسلكي الحالة. ومن بعد كي تروحي للدار تقعدي في فراشك وتبداي تخمي ودموعك يطيحوا، يا ريتني قلت لها، يا ريتني جاوبتها، يا ريتني قلت لها كذا، وعلاش سكتي، وعلاش ديما الحقرة، وعلاش انانيه. يا لالا اليوم جيت نقول لك اخلاص مع وفاء، من اليوم ما تزيديش خلاص، وما يزيدش حتى واحد يطير لك النوم من عينيك. الناس هادوك القلال الادب سي بون، اليوم راح نتعمقوا كيفاش تولي مولات رد فعل قاصح، رد قاصح وبكلام موزون وبلا ما تطيحي من قيمتك وبلا ما تعيطي. ديري في بالك باللي النية ماشي معناها النية تاع المساكين هادوك اللي ينداس عليهم. النية زينة صح، لازمها بصح الشوكة اللي تحميها. وعلاش في بالك المرأة الجزائرية ديما تسكت وتندم؟ شوفوا البنات، احنا في مجتمعنا البنت من صغرها يربيونا السكتي، احشمي، العيب، ما ترفديش راسك. هذه التربيه صح زينه ودارت منا نساء ما نكذبوش، عمارة البيوت وسي، بصح كاين ناس يفهموا الحشمه خوف ويفهموا التربيه ضعف شخصيه. كي تسكتي على الناس المسمومين يحسبوا رواحهم ربحوا الماتش يا اختي. المثل الشعبي وش يقول لك؟ اللي تخدموا طيعوا واللي ترهبوا بيعوا، وحنا ما نرهبوا حتى واحد غير ربي سبحانه. الرد الذكي يا اختي ماشي معناه تولي قراجة تاع مشاكل ولا تولي تفتني. فن الرد هو بريستيج. يا اختي، فن الرد هو بريستيج، هو انك تحطي حدود للي يسوى وللي ما يسواش. حتى اللي يسوى حطي لي حدود وبلا ما تخسري البرمه تاعك. البرمه نتوما تقولوا لها القراد، كاين اللي يقول لها القدره. لا علينا. تكوني يا اختي قاعده تجيك وحده من العائله تطبع فيك عينيها وتقول لك ايه يا بنتي مازال ما بان والو، فلانه تزوجت ودارت الاولاد وكاع اللي قدك جابوا الدراري، التران تاعك راهو يفوت، ما تتشرطيش بزاف. هنا كاين مسكينه يتقلب وجهها احمر وتبكي. لا لا يا الحبيبه، شوفي فيها ببرود كيما هذه القطه راهي تشوف فينا ببرود، وديري ابتسامه عريضه وتقولي لها والله يا خالتي المكتوب بيد ربي سبحانه ماشي بيد العباد، وانا راني نشوف باللي الزواج هاد الايام راه صدفه، بصح الطلاق راه داير حاله، وانا خالتي حايبه ندي راجل يسترني ونهني به راسي، ماشي ندي اي واحد برك باش يلقبوني متزوجه وندير الكوراج للمحاكم. ربي يرزق كل واحد على حساب نيته. اما اذا كانت متزوجه مسكينه وما جابتش دراري تقول لها وحده مازال ما حملتيش، الرد يكون الحمد لله اللي ربي دار الرزق بيده ماشي بيد العباد، كون دارها بيدك ما كون قطعتيو علينا حتى الهوى. ربي راهو مخبي لي الوقت الزين
دعيلي برك بالصحه يا خالتي، خاطركش هي اللي راهي تدوم. واش نقول لكم على التنمر يا اختي، على التنمر على المظهر والوزن، يا يما واش دايرين به يا يما؟ هذا تصرف بزاف نلقاوه في اللمات تاع العيد ولا في اللمات تاع العراس. تشوفي وحده تقول لك يا فلانه وش بيك انتي وهرب فيك اللحم وجهك ولا صفر، ولا العكس تقول لك يا مامي شحال سمنتي راكي تقول برميل نقصي شويه كولاجين. اذا قالوا لك سمنتي قولها انت تاني بضحكه وبطيقه الله غالب يا اختي، هذا زوخ تاع الماكله والراحه، النيه الصافيه والقلب الهاني امي ربي واللحم. شفتي اللي عايشه في اللهنا كيفاش تبان؟ العقوبه ليك ان شاء الله يتسرح خاطرك وتسماني وتولي كيما انا. هنا قصفتيها. واذا قالوا لك شينتي معنى ضعفتي، قولي لها والله هذه هي لاطاي الرشاقه يا اختي اللي راهي لا مود دركا، الناس راهي تصرف الملايين على عمليه التخسيس، وانا ربي عطاها لي باطل. وزيد الخفه زينه، الجمل يرفد وكي يطيح يطول. واش نقولكم على الحماوات والعقارب تاع العائله. بكل احترام تدخلي لدار ناسك تلقاي وحده ترمي لك الهضره على شطارتك ولا حتى على دارك، تبداك وتقول لك فلانه مسكينه تعيا، بصح انتي راكي عايشه سلطان، ما تخدمي ما تعياي، راجلك مخليك هكذا. الرد الذكي اللي راح يغلق لها فمها. ما تزعفي، ما ديري المشاكل مع راجلك، ما تخسريش راجلك على الناس اللي ما تستاهلش. تبسمي وقولي لها الحمد لله هذا من طيبة قلب راجلي، يعرف قيمتي، متهلي فيا كيما نستاهل، ربي يخلي لي راجلي ويخلي راجل كل مرة راه حنين معاها. الراجل اللي يفرح مرته يفرح روحه يا الحبيبه. اليوم وافا تعطيكم القواعد الذهبيه تاع الدفاع عن النفس، الدفاع النسويه. يا البنات باه تولي محترفه في فن الرد لازم تدخلي هاد 3 قواعد في راسك، ما فيهاش، لازم هادو 3 قواعد يدخلوا في راسك. ما كاش المشارير، ما كان مشارير مكسره، ديريهم حلقه في ودنيك. القاعده الاولى سميتها الدم البارد. الكونجيلاتور. المرأة كي تتقلق وتعيط وتبكي تبان ضعيفة وتخلي عدوتها تفرح فيها. كي تسمعي هضرة توجعك خدي نفس عميق وديري روحك ما تقصتيش كاع، ابتسمي الابتسامة في وجه اللي يكرهك هي أكبر صفعة راح تعطيها له. أما القاعدة الثانية سميته السؤال المرتد. كي تجيك وحده تسألك سؤال قليل الادب، وهم بزاف هادو اللي يسالوا اسئله تاع قله الادب. اكزامبل تقول لك شحال شريتي هادي، ولا شحال يخلص راجلك، ما تجاوبيهاش، اتونسيون تجاوبيها. قولي لها بسخريه وعلاش راكي تسقسي، حابه تخلفيني في الخساره؟ ولا نقول لك قولي لها والله يا اختي هادو الامور مخلينها سريه بيناتنا، العين حق والناس ما ترحمش. قصفتيها سي بون. القاعده الثالثه المدح القاتل. كي وحده ترمي لك كلمه امدحيها باستهزاء، مثلا تقول لك الكاطو تاعك جانيه بس شويه، قولها ايه الله غالب، ماشي كامل الناس عندهم هذيك الخبره الطويله تاع الكوزينه كيما انت يا خالتي، انت ما شاء الله عليك فوتي عمرك كامل تما في الكوزينه، انا ما زلت راني نتعلم، هنا راكي قتلتيها بلا باقه. واش نقول لكم يا الفحلات، ديروا في بالكم باللي قيمتكم راهي غاليه بزاف بزاف، ولي تحترمكم حطوها فوق الراس عمامه، ولي ترخص بكم ردوها لبلاصتها بكلام بصح موزون ومقدر، وما تخلي حتى وحده تقلب لك نهارك
ولا تفسد لك فرحتك بكلمه مسمومه من عندها. انتي راكي لا تنسى، واللي غارت منك ربي يشفيها يا اختي. قولي لي دركا في التعليقات وشنو هي اكثر كلمه تسمعوها في اللمات وتقهركم، وخليو لا سكرتير تاعي تاع التعليقات تخدم. هاني نقصر معاكم كسكرتير، انا نرد عليكم وحده وحده ونعطيكم القرطاس. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، وكاع نساء النيه اللي حايبينهم يفيقوا لعميراتهم. تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم يا الزينات.